الحرية الحقيقية هي انك تحيا حرا بحيث انك لا تعتدي على حريات الاخرين ولا على حقوق الاخرين ولا على النظام العام ولا تضر نفسك. الاربع قيود دول. تعيش حر بحيث انك انت ما تعتديش على حريات الاخرين او على حقوقهم. يعني ما تحطش ايدك في جيب واحد وتقول انا حر احط ايدي منين ما انا عايز. لا، انت مش حر، لانك انت بتعتدي على حقوق الاخرين. او واحد يركب اتوبيس ومعاه ريكوردر او كاسيت او ترانزستور ويعليه ويسمع ويقول انا حر اسمع زي ما انا عايز. طب افرض الباقيين مش عايزين. او واحد يعمل حفلة زواج زي ما بنشوف كتير ويحط كم ميكروفون وكم هورن فوق السطوح بتاع البيت، والحفلة فوق السطوح والاغاني والرقص والهيصة ممتدة على امتداد قوة الهورن والميكروفون، ويعمل دوشة لكل الناس. لا النايم عايز ينام ولا الصاحي قادر يتمتع بوقته ولا العيان قادر يستريح ولا اللي بيدرس قادر يدرس ولا اللي بيفكر قادر يفكر ويقول أنا حر. لا، أنت مش حر. حريتك تستخدمها بحيث لا تعتدي على حريات الآخرين ولا على حقوق الآخرين. وليست الحياة أن تحيا وحدك وبقية الناس لا يحيون، أو أنت تتمتع بالحرية وغيرك ما يتمتعش بالحرية، أو أنك أنت تضيق على حرية غيرك. ليست هذه هي الحرية، هي فهم خاطئ لمتع الحياة. كذلك أنت لست حرا أن تعتدي على النظام العام. مش حر أنك تمشي وتكسر فانوس في السكة، مش حر أنك تمشي وتاكل موز وترمي القشر في الشارع، أو تاكل ترمس وترمي القشر في الشارع وتوسخ الشارع تعتدي على النظام العام. مش حر انك تمشي عريان في السكه تقول انا حر. لا، عريان لا، لانك هنا بقيت ضد النظام العام وضد الاخلاق العامه وضد المبادئ وضد القيم. مش حر. لذلك الحريه المطلقه ملهاش وجود. الحريه الموجوده هي حريه مقيده بحريه الاخرين، مقيدة بحقوق الآخرين، مقيدة بالنظام العام، مقيدة أيضا بالقانون الوضعي، ومقيدة بوصايا الله. فأنت حر في حدود القانون، في حدود الوصية الإلهية. غير كده ما تبقاش حر.